السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. معكم دائما فاتحه من قناه لاله فتو. اليوم ان شاء الله غنشارككم واحد لا فيديو اللي غادي نستعمل فيها هذا الحامض هذا اللي كيف ما كتشوفوا بدا شيئا ما بدا كيفسد. فانا طول عندي شويه في الثلاجه، كانت عندي كميه كثيره وهذا بقى عندي فاستعملته. فشنو يمكن لكم تخدموا به في هذا الحامض هذا؟ فهذا الحامض عنده عده استعمالات في المطبخ وفي التنظيف ديال البيت. فإلا بغيتو تعرفوا طريقتي وبغيتو تعرفوا يعني الاستعمالات اللي غنستعملوا فيها، ما عليكم الا تتبعوا معايا الفيديو الى الاخير وفرجه ممتعه. اذا غنحتاجوا هنايا واحد نص كاس ديال الماء، الى كاس من الاحسن يستحسن تستعملوا كاس، وغنستعملوا واحد نص كاس ديال الخل وكذلك الملح. فهنا غنبداو بسم الله على بركه الله. فغادي ناخذ هذا الحامض اللي عندي من بعد ما غسلته ونشفته، فغادي نزول ليه هذا الرويس هذا وغادي نقطعه الى قطع. فكيف ما كتعرفوا الحامض راه يعني مطهر من الدرجه الاولى، وخصوصا لما كنضيفوا له الخل. فغنوريكم بزاف ديال الاستعمالات اللي يمكن لكم تستغلوه فيها. ومنها اولا هاد الكوكوط، كيف ما تشوفوا الكوكوط اللون ديالها دابا كيفاش دايره. ومن بعد ما غنوضع فيها هاد الحامض هذا فانا غادا نطبخو. انني حاجتي بهذا الحامض هذا خصو يطيب ضروري. بعد ما كيطيب فالكوكوط غادي نوريكم كيفاش كيرجعها ليا في الاخير، فغتشوفوا النتيجه. هنا غنستمر حتى غنقطع باقي الحامض اولا الليمون الحامض. وهنا من بعد ما كملته كامل فغادي نضيف ليه هنا واحد جوج معالق كبار ديال الملح، ملح الطعام. وكذلك غنضيف تقريبا واحد نصف كأس من الخل. بالنسبة للماء فأنا هنا وضعت نصف كأس، ولكن من الأحسن أنكم توضعوا واحد الكاس حتى الكاس ونص، لأن الماء كيطيب فكيعقد. وهنا ضفت تقريبا واحد نصف كأس ديال الخل، خل أبيض. وغادي نسد عليه الكوكوط وغنخليه كيغلى تقريبا واحد 5 حتى ل10 دقائق. انا خليته هنا 10 دقائق، فغتنقصوا عليه النار من طبيعة الحال وغتخليوه حتى يطيب مزيان وتدور عليه الكوكوط. ومن بعد ما كيطيب فكنحلو عليه الكوكوط، غادي تشوفوا كيفاش كيولي. فهنا راه طاب مزيان، فغادا نطحنو يعني غندوزو في الميكسور. فهنا الا بالكم شف من الماء فزيدوا ليه الماء، لانه لما كيتطحن فكيبغي الماء، لان حاجتنا بواحد لاباط يعني ماشي خليط كيكون على شكل يعني على شكل واحد الباط اولا عجين. هنا كنضيف الماء هنا باش يتطحن، ولا بدا خصو يكون شويه ديال الماء. وغادي نطحنوه بالخلاط هكذا. فغنوريكم كيفاش كنعطر به الحمام وكذلك كيفاش كنستعملو في آلة الغسيل. يعني بزاف ديال الاستعمالات اللي غادي نوريها لكم من خلال هذا الفيديو هذه. فهنا كيولي تقريبا عندنا واحد المركز ديال الليمون الحامض اللي كينفعنا بزاف في التنظيف وكذلك الاواني، فكيخرجهم كيشعلوا. وهنا كنطحن باقي الخليط.
صافي هنا من بعد ما طحنتو فغناخد واحد الصفايه وغنبقى كنصفيه بهذا الشكل هذا حتى كنحصل كيف ما قلت لكم على واحد العجين. فيمكن لكم تضيفوا شويه الماء الا بان لكم عاقد بزاف. فانا هنا غنستعمل اليد ديالي يعني باش ما نضيعش هذيك الكميه اللي بقات عالقه في هذيك الصفايه من التحت. على هذا الشكل. كيف ما قلت لكم غنحصلوا على واحد العجين اللي غيكون على هذا الشكل هذا. بالنسبه للكوكوط ها هي الشكل ديالها من بعد ما يعني طاب فيها فراه خرجت كتلمع وما بقاتش فيها هذيك الكحوله اللي كانت من قبل. وكذلك راه استعملت واحد شويه ودوزتو عليها حتى من برا. فهنا ها هي ما حكيتها ما والو يعني غير غسلتها غير بالبونجه العاديه. فكانوا بعض الطبايع هنا كلهم ما بقاوش. يمكن لك انك تعاوديها بجيكسا رقيقه، انا هنا ما عاودتها ما والو فمباشره شللتها. فهذا هو الشكل ديالها كيفاش ولات. فهذا كان اول استعمال. بالنسبه للاستعمال الثاني فهو هذا. فغادي نوضعوا هنا واحد الكميه ديال الصابون وغنضيفوا ليها كميه من هذا الخليط هذا ديال الليمون الحامض وكنبقاو كنغسلوا بها الماعن. بالنسبه لهذا الخليط يمكن لكم تضيفوا ليه شويه ديال زيوت الاساس بعطر الحامض، انا ما متوفرش عندي فما استعملتوش، اكتفيت هكذا بمركز ديال الحامض بوحديته. اذا هنا كنوضع الخليط ديال اولا الصابون ديال غسيل الاواني وكنضيف ليه واحد الكميه تقريبا واحد 2 معالق كبار من هذا الخليط هذا اولا هذا العجين اللي حصلنا عليه. وكنبقى كنغسل به الاواني فكنتخلصوا من الزفوره اللي كتكون في الماعن يعني من جميع هنا كيف ما كتشوفوا انايا وضعته فكنخلطوه ضروري بحال هكذا كنمزجوه باليد ديالنا وكيكون جاهز للاستعمال. بالنسبه للاستعمال الاخر فهنا كناخذوا واحد القنينه عاديه ديال الماء وكنتقبوها هكذا واحد التقيبات اللي كيكونوا عشوائيين. يعني فقط كنستعمل سكين وكنوضع بعض من هذا الخليط هذا كنوضعوه في هذه القنينه باش كنعطر به الحمام. يعني اضافه الى انه كيعطر الحمام وكذلك كيلعب دور المعقم لان فيه الملح والخل وكذلك الليمون الحامض هو بنفسه راه معطر ومعقم. فكيكونوا التقيبات على هذا الشكل هذا. اذا هنا من بعد ما ملأت القنينه خليت شويه ديال الفراغ الفوق باش يدخل الماء وغادي نوضعها اعزكم الله في لاشاص ديال الحمام. كنوضعها هنا يعني فوقاش ما كتعمر لاشاص وكتبغي تخوى فكينزل الماء فيه قليل من داك الليمون الحامض وكذلك الخليط اللي فيه الخل والملح فهو معقم جيد بزاف الحمام. وكذلك هنا لما كنبغيو نوضعوا الحوايج في آلة الغسيل فكنوضع شويه من هاد لاباط هذه تقريبا واحد معلقه صغيره وكنضيف ليها السائل ديال الغسيل. فانا كنستعمل دائما هاد العبوه اللي كنت شاركتها معكم من قبل في فيديوهات سابقه عن كيفيه تشغيل آلة الغسيل. وكنوضع معها الخليط اولا يعني شوف نتوما الماركه اللي كتستعملوا وكنوضعها مع الغسيل فكتخرج لي الغسيل نقي ومعقم وكذلك كتبقى فيه رائحه الحامض زوينه بزاف. وحتى الخل كيف ما كتعرفوا راه كيلعب دور زوين في تعقيم الملابس. وهاد الشويه اللي كيبقى عندي فكنوضعوه في واحد الاناء وكنسد عليه واحد شوبينه هكذا صغيره ديال البلاستيك اولا زجاجيه وكنوضعوه في الثلاجه الوقت اللي بغيتو فكنعاود نستعملو. فكيبقى معايا في الثلاجه حتى ل10 الايام ما كيخسرش ما كيطرى له والو. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى انني نكون فدتكم واكيد لا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لي لايك وتبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائده.
وغادي نقول لكم بسلام عليكم، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.